هاد القصة بالضبط كتبرد القلب. قصة ديال اليوم ديال واحد المرأة. اش غادي نقول لكم؟ قادة وقدود، دازت عليها تمارة وخدات حقها بيديها، وخلات كاع اللي ضحكوا عليها وقالوا عليها عروبية ما كتفرز بين الليف من صرواتها يرجعوا ويقولوا عليها هذه هي المرأة وإلا فلا. بلا ما نفوت عليكم القصة، خليكم تكتشفوها معايا. العبرة خوتي كاينة في آخر الفيديو، تصنتوا ليه من الأول حتى للتالي. وبلا ما نطول عليكم ندخلوا مباشرة في قصتنا. سميتي ضحى، واليوم جيت نعاود لكم قصتي واللي عشتو، وغادي نبدا لكم قصتي من الاول ديالها. تزاديت وكبرت في العروبيه. الاسره ديالي على قد الحال. الاب ديالي كان فلاح وميمتي ربات بيت. كبرنا بهداك الشيء اللي قسم الله. بزاف ديال الاساسيات كانوا خاصيننا، ما كانش عندنا الحق لا نهضروا ولا نتكلموا. كبرنا في هداك الشيء ديال القمع. البنت ما عندهاش الحق حتى تقول الرأي ديالها. المهم في هذاك الوقت داكشي كامل كان تيجيني عادي، حيت الوقت اللي حليت عينيا حليتهم على خواتاتي، وكنت كنشوفهم كيفاش كيتصرفوا. خواتاتي اللي كانوا داخلين سوق راسهم، واللي اي وحده كتوصل السن ديال الزواج ابا كيكركبها الاول راجل كيجي يخطبها بلا ما ياخد لا رايها ولا شوارها. وحتى هي ما كانش عندها الحق لا تهضر ولا تتكلم. بديت كنكبر، وفي الوقت اللي وصلت للسن ديال المدرسه با ما صيفناش نقرا. قال لي الناس ديال العروبيه ما عندهم ما يديروا بالقرايه. ايوا هكا كان راسو، ما يمكنش نهائيا تفاهمي معاه ولا تهضري معاه، او لا ابسط حاجه تناقشي معاه في امور بحال هكا. المهم بديت غادي وكنكبر. قد ما كنكبر قد ما خواتاتي اللي كبر مني كيتزوجوا وكيديروا ديورهم. بقيت هكاك حتى بقيت بوحدي في الدار مع خوتي العزاره، ووليت انا اللي هازه الشقا والطياب. هذاك الشيء علاش والديا ما كانوش كيصيفطوني كاع نتزوج. كانوا كيجيو فيا العرسان، ولكن با بقى كيرفض حيت ميمتي كانت عيانه، وانا اللي كنت هازه الشقا ديال الخيمه كامل. بقينا هكاك حتى النهار اللي توفات ميمتي مسكينه. ايوا تما الاب ديالي ما جا فين كمل الربعين حتى قال لك باغي يتزوج. حنا ما جينا فين نهضروا اصلا ونتكلموا على الموضوع، تلقيناه مدخل علينا العروسه للدار. العروسه اللي من النهار الاول كحلات بالعمى والظلمه ما كحلات بيا. من نهار جات بدينا في الصداع والمشاكل. انا ما نكذبش عليكم ما قدرتش نصبر ليها، ومن نهاري كنت كنتجاوب معاها. كتقول لي كلمه كنقول ليها عشرة. النهار اللي كتبغي تحط عليا يديها هيهات كانت ناتفو تما. فاش كيدوي معايا با كنقول له دوي مع مراتك. با كان كيسلخني وكيقول لي خاصك تحترميها، وهي فين ما كان كيجي با كتبقى تصدع له راسو. من مورا موت امي ب4 شهور كان جا فيا واحد السيد اللي با ما سول عليه، ما عرف تصيلته ما عرف فصيلته. كيف جا قال له السلام عليكم بغيت بنتك، قال له مرحبا ديها. هذيك الساعه كركبني ليه. هذاك الراجل انا ما ارتحيتش ليه، حيت وجهه باين وجه الشر وماشي ديال الزواج. بالحق ما كان عندي ما ندير، حيت كيف ما قلت لكم الاب ديالي من الاساس ما كانش شي اب اللي غادي يخاف على مصلحتي، ولا ما عمرني حسيت به انه كيبغيني وخايف عليا. المهم هذاك الراجل فعلا تزوجت به ومشيت معاه للمدينه. ما غنقولش لكم انني ما كنتش فرحانه، كنت فرحانه. في الاول قلت على الاقل غنتهنى من العروبيه، اولا على الاقل غنتهنى من ديك مرتبه المسمومه، بعدا غنبدل بلاصه بلاصه. المهم مشيت وانا ناويه المعقول وناويه الحلال. المهم كيف وصلت لقيت الراجل سكايري وقبيح بلا قياس. من النهار الاول بدا ليا بالصداع والمشاكل. السيد كان نقار لواحد الدرجه اللي ما كتصورش على البال. كان باغي كلشي متول ومقاد، وهو واخا ساكن بوحدو في الدار تحسي بيه غير بحال ساكنه مع العكوزه واللويسات. كان نقار 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 وكيهضر على ادق التفاصيل. في سيمانتي الاولى كيدوي لي على الشقا والدار. السيمانه الاولى كان باغي نوض ونخمل ونجمع ونسيق. ايوا انا في هذيك السيمانه نط لشقايا، كنت من الصباح حتى العشيه وانا كنضرب في تماره. ولا الراجل كان عاجبو الحال نهائيا. كان كيجي ويقلب لي على الغبره، نحط ليه الماكله ويبدا يتبعكك عليا. احقا هادي مالحه، احقا هادي مسوسه، احقا هادي ما نعرف. المهم واحد الحياه اللي عمرني ما كنت كنتخيل نعيشها. ومن غير هادشي كانت يدو خفيفه على اقل ما هي حاجه. كان كيجمعها معايا وضربو كان خايب. ما كان فين كتبرى ليا عين من زدروقيه كيمشي يضرب ليا العين الاخرى.
كرفصني هذاك الراجل واحد التكرفيصه ديال الكلاب، وما كانش عندي الحق لا نهضر معاه ولا نتناقش معاه ولا والو. كيدخل ويخرج الوقت اللي بغى، كيدير اللي بغى، وانا ممنوع عليا نهائيا حتى نطلب من السرجم. وفي الوقت اللي كنت نخرج معاه الا زغبني الله وحركت عينيا لا في اليمين ولا في اليسار كان كيخلي عشتي في الزنقه قدام عباد الله. ولو نكون مثلا غير كنشوف غير في شي حاجه هكا في الارض ما كانش كيفهم. والخطيره هي الا كنت غاديه معاه وكنت حاضره راسي وشي واحد شاف فيا، ويلي ويلي ويلي، انا ما نقولش لكم شنو كيقول ليا ولا شنو كيدير ليا. كيقول لي انت هي اللي شفتي فيه، كون ما شفتيش فيه ما كانش غيشوف فيك. كنشوف حتى كنعيا وكنبقى غير حله فمي، لان هذاك الشيء ما كيدخلش للراس. تخيلوا انا ما كانت كتبان فيا حتى شي حاجه من غير العينين، والراجل كيقول لي غيشوف فيا. اشنو غادي يشوف فيا اصلا وانا دايره كيف الكباله؟ المهم دوزت معاه واحد المده حتى لواحد النهار جا عندي الوالد. كيف دخل عندي بديت كنبكي وقلت له شوف هبا راني مكرفصه. ومن النهار اللي جا عندي لقى عينيا بجوج مزرقين. قلت لي شوف هبا راه هذا الراجل كيتكرفص عليا، راه كيضربني، راه هادي وراه هادي. قال لي يا بنيتي غير صبري حتى شي واحد ما لقاها كيف بغا. وقبل حتى ما نكمل كلامي قال لي سدي عليا هذا الموضوع، وهز جلابته وزاد خلفه وخلاني تما. اصلا انا ديك المده صراحه ما كنتش كنفكر انني نرجع لدارنا، حيت عارفه ما عندي فين. رجعت لبيتي كنت كنقول نصبر ونحاول مع هذا الراجل. حسيت بانني درت المستحيل باش يتبدل. كنت ما كنخلي ليه فاش يهضر، كندير كاع هذاك الشيء اللي كيبغي، والحاجه اللي ما كيبغيش ما كنديرهاش له. الراجل هذاك الشيء اللي فيه هو اللي فيه. كان فاش ما كيلقى حتى شي حاجه اللي يجبد عليها الصداع كان كيجيني سكران وكيضربني على والو. وفاش كينوض في الصباح كنقول علاش ضربتيني انا ما درت والو، كيقول لي ايوا انا ما كنتش عاقل. المهم بقينا هكاك حتى النهار لقيت راسي حامله. عارفاكم غادي تقولوا لي علاش حملتي مع راجل بحال هذا؟ غادي نقول لكم هذا الراجل من النهار اللي تزوجت به ما عمره شرا ليا الفانيد. كان كيقول لي باغي الولاد. المهم في هاد الفتره ديال الحمل علاه هو حن فيا، علاه هو حس بيا نهائيا. كانت الفتره ديال الحمل كامله دوزها عليا عذاب اليم. الا جا للدار ولقاني متكيه كيقول لي علاش متكيه؟ ما جيتيش لهنايا باش ترتاحي، نوضي تقعدي وشوفي ما ديري. كنقول له ها انت كتشوف حنا ما عندناش الدار كبيره، راه دار صغيره، راه نط وسياقت، اشنو بغيتيني ندير؟ خليني غنتكا. وتقول كيقول لي هاد الهضره اللي ما تقوليش ليا، نوضي تقعدي وحتى كاع ما لقيتي ما ديري بقاي غا جالسه. اما باش تكاي الا قلت لكم تقولوا عايشه غا مع العكوزه في الدار. المهم بقيت معاه مده هكا حتى النهار اللي السيد تزير تما ولا كيفرض عليا نصايب ليه المحيا في الدار. انا النهار الاول ما كنتش عارفه المحيا شنو هي، هو اللي كان علمني كيفاش كتصايب. وكان يقول لي نجي القهوه جا فعلا على وعدي وسعدي كان صايب له السم اللي بسببه كان كيضربني. كان وجدوا ليه في الوقت الا جاو لقاه ما كاينش ويلي نهاري كحل. وهذاك الشيء اللي كيدير ليا ما نقولش لكم عليه. بقينا هكاك واحد المده كنت كنصايب له هذاك الشيء، واخا هكاك ما كنتش لاقيه الراحه. كنت دائما كناكل العصا. كنت كنمشي للسبيطار ديال الحومه باش ندي ولدي باش يجلب. كانوا كيشوفوا فيا هذوك العيالات ودوك الممرضات وكيقولوا لي مال هذا الراجل عليك، حشوم عليه. هذه واحد السيده الله يعمر ليها الدار كاينه في السبيطار ديال الحومه، كانت كتعطيني مانع ديال الحمل بالتخبيه، وانا كنت كنجربو بالتخبيه. ما كنتش باغا نولد معاه. وبقينا هكاك. الراجل كل شويه كيقول لي الولاد ما الولاد، مازال ما كتبش. ما كنتش بغيت نقول ليه انني كنشرب الفانيل حيت عارفه غادي يرفض وما غاديش يعجبو الحال. المهم هذيك السيده مسكينه كانت كتعطيني الفانيد ماشي ديال الشهر، كانت كتعطيني فانيد اللي كتير حيت كتعرف انني ما نقدرش نجي كل شويه. هذيك الفانيد كنت كنديرو في واحد البلاصه في الدار ومخبياه مزيان، عارفه ما غاديش نهائيا يلقاه. بقينا على هذيك الحاله مده حتى نهار اللي السيد ولا كيطلب مني نصايب له الماحيه، ماشي غير لراسو لا باغيني نصايب ليه الماحيه بكميه اللي كبيره باش يبيعها في السوق. وحتى من المعجون وهذاك الشيء كامل كان كيصايبو في الدار. وتما كنت عرفت ان السيد كيبيع المخدرات.
انا هادشي كامل اللي كنقول لكم ما كنتش عارفاه اصلا. اشنو هو المحيا في الاول ما كنتش عارفه علاش كتصلاح، حتى من بعد عرفت ان هذاك الشيء شراب، وان الراجل كيف كيشربها كيبدا يدوخ. والمعجون ما عرفتو معجون، ما عرفتو سفوف. غادي تقولوا لي فين كابره؟ غادي نقول لكم انا كنت بنت اللي كابره وسط دارها وفي دوارها. كنت بنت اللي محجبه، اصلا ما كاينش فين نعرف على هذا الشيء. المهم انا فاش قال لي هذاك الشيء في داك الوقت ما عجبنيش الحال، ولكن من بعد ما كان عندي ما ندير الا نقول له واخا، لان السيد كان عنده واحد الدق، واحد الدق ما نقولش لكم عليه. ماشي كان كيضربني وصافي، راه كان كيدير ليا واحد الضرب ديال القتيله، تقولي كيضرب في شي راجل ماشي مرا. كان كيلوحني في الارض ويشتف عليا، كان كيهز عليا الزراوط ويبدا يضرب فيا، واللي لقاها قدامه كيشير بها عليا. عينيا ما عمرني لقيت راسي من نهار تزوجت بيه كانوا بجوج هكا بهم صافيين وما زرقينش وما واقع ليهم والو. كانت دائما وحده كتبرى، الاخرى كتزرق، الاخرى كتزرق، الاخرى كتبرى، وبعض المرات كيزرقهم ليا بجوج في دقه وحده. وحتى الجيران كان محرم عليا ندوي معاهم. كنت هكا مره فاش كنخرج نهضر مع واحد خيتي غير من الشرجم، ورد البال مع الزنقه، حيت ما تعرف الا ساق ليا الخبار غادي يذبحني، والعالم الله شنو غادي يدير ليا. راجلي ما كانش باغيني نتطور، كان باغيني نبقى هذيك البنت اللي عروبيه اللي جالسه في الدار اللي ما كتعرف حتى شي حاجه، اللي يدير فيها ما بغى. وما باغينيش نولي شي حاجه. حتى نهار اللي الراجل قرقبوا عليه البوليس وجاو هزوه من الدار، ولقاو هذاك الشيء كامل باش كنا كنطايبوا المحيا. تما طلع راجل المره الاولى في حياته. قالوا لي واش هذه مراتك حتى هي كتصايب معاك؟ قال لهم لا، انا اللي كنصايب هذا الشيء. وانا عطيتها غير اللبكه، وكنت كنبان واحد بنت اللي درويشه. البوليس ما كانوش باغيين يهزوني اصلا، حيت الا هزوني كانوا عارفين هذاك الولد انه غادي يبقى ميتم، وهما كان عن الغرض ديالهم غير بالراجل. وانا ربي شاهد عليا حتى لهديك الساعه ما كانش عندي شي فضل في داك الشيء اللي كنت كنديرو غير خوفا من راجلي. والراجل هزوه للحبس، وانا بقيت دايره كيف مقطوعه الراس. تمنيت في هذاك الوقت تكون غير بقى معايا، حيت حسيت براسي ما عندي حتى شي واحد في الدنيا. هزيت وليدي ورجعت لدوارنا. كيف دخلت للدار الاب ديالي قال لي اشنو جايه كديري هنا؟ قلت له با، الراجل تشد ومول الكرا راه خرجني، وانا ما عندي حتى عشاليله كي غادي ندير في هاد الدنيا، وانت عارفني كيفاش دايره، ما قاريه ما والو. ايوا شاف حتايا وجلس وخلاني جلست في دارنا واحد اليومين ما كاملاش. مرت باك حلات بالعمى والظلمه وما كحلات بيا. لا انا لا هذيك التربيه اللي جايه بها من نهارها كتقولي احقا ولدك كيضرب ليا ولدي، احقا ما نعرف، وانا ولدي كان صغير وولدها كان كبر من ولدي. ايوا هي هذيك نوضنا صداع. في اليومين الاولى الاب ديالي كان جاو لحنا الزنقه وقال لي انا ما عندي بنات، عطاني الثقه وخلاني نصنت لعظامي. بركه هذاك العذاب اللي دوزتو عليا، ايوا جرى عليا وانا ما عندي حتى ريال. حتى باش اني نهز المركوب ونمشي للمدينه ما كانش عندي الفلوس، وخوتي في هذاك الوقت حتى شي واحد فيهم ما كان في الدوار. ايوا هزيت راسي ومشيت حتى لواحد الدوار اخر كان بعيد علينا بزاف، عند واحد اختي. كيف شافتني سلمت عليا، دخلتني رحبت بيا. المهم دخلنا جلسنا. فاش قلت لها ما عنديش فين نجلس وزعما جيت عندك نجلس، بين ما راجلي خرج بدات كضحك وقالت لي واش مني تكدوي؟ انا اختي كون ساكنه غير بوحدي مع راجلي على الراس والعين، ولكن انتي كتشوفي ساكنه مع العجوزه والويس، راه ما يمكنش تجلسي معانا وانتي وليا. قلت لها واش غندير؟ قالت لي هادشي اللي قسم الله، انا ما عندي ما ندير لك هاد الساعه. ايوا ديك الساعه مشات جابت لي واحد البركه كانت مخبياها، بركه اللي قليله كانت كتجمعها هكا من الفلوس الحليب، بعض المرات كتسلم منهم فليسات، كانت مداتها ليا وقالت لي هادشي باش نقدر نعاونك. شوفي انتي شنو ديري وعرفتي ما ديري اللي غادي يهزك في هاد الوقيته هما عائله راجلك. ايوا خرجت من عندها وانا كنبكي. تما صافي حسيت بالبيبان كاملين تسدوا في وجهي. هزيت هذاك الوليد ومشيت عند عائله راجلي، دخلت عندهم رحبوا بيا. المهم كنت جلست معاهم حيت ما كان عندي فين نمشي، حتى هما ما دواو وما تكلموا. دوزت واحد المده ومن بعد مو وباه وخوتو بداو كينقروا عليا وكينقروا على هذيك الكفه اللي كيديو لخوهم في الحبس، وقالوا لي حتى انتي خاصك تهزيها معانا
واش حنا نبقاو نوكلوك ونشربوك انت وولدك ونوكلو الراجل اللي في الحبس؟ انا ما عنديش كيف حتى نجاوبهم، ما كنت عارفه ما نقول. كنشوف هذاك الشيء وكنبدا نبكي، ما عنديش الجهد اشنو غادي ندير في هاد الحصله اللي كنت حاصلها. واخا اني في هذوك الايامات كنت انا اللي هزه الشقه ديال الدار كامل، انا ما كنت نخلي ما ندير في جهدي غير باش ما نسمعش هذاك حشين ديال الهضره. المهم هي هذيك بقيت معاهم مده حتى النهار اللي جات عندنا واحد السيده من العائله. المهم كنا جالسين وكنا كنهضروا كيف العاده، امو كيف كتجي شي وحده من العائله كتبقى تخشي ليا الهضره وتقول انا عييت من المصاريف، واش انايا ما حيلتين المراه والوالد، ما حيلتين الراجل اللي في الحبس، انا كي غادي ندير في هذا الشيء، انا حتى كبرت، انا حتى هادي اش بيني وبين شي مصيبه. في هذاك الوقت عرفت ان الراجل ماشي انا بوحدي اللي كان مزوج بيا، كان مزوج بخمسه ديال العيالات قبل مني. هادشي كامل انا ما سقتش ليه الخبار وما كناش عارفينه، وحتى باه اللي غادي يمشي يسول وهذا ما كانش عارف. المهم هذوك العيالات اللي كان مزوج بهم قبل مني عرفت انه كاين اللي كان دار معاهم الاوراق وكاين اللي كان مزوج بهم غير بالفاتحه، شي والد معاها الولاد وشي ما والدش معاها الولاد. المهم السيد كان ما مسوقش، وهذوك العيالات كاملين نهار اللي تفكوا منه ما بقاوش نهائيا سولوا فيه ولا سولوا حتى في ديك النفقه ولا حتى شي حاجه. المهم هادشي اكتشفته في الوقت اللي كنت معاهم في دارهم. يعني في هذاك الوقت بداو بزاف ديال الاسرار كيبانوا وليت كنعرفهم. المهم هي هذيك كيف ما قلت لكم، نرجعوا فين جات هذيك السيده من العائله ديال راجلي. جات السيده العجوزه بدات كتنكر عليا الهضره عاوتاني وبدات كتشكى وهذا. المهم انا كنت جيت لعجوزتي نيشان وقلت لها شوفي اخالتي، انا غير قولي لي شنو ندير وما ندير، راه خالتي ما عارفه ما ندير في هاد الدنيا، انا بنت العروبيه ما قارياش ما والو، شنو بغيتيني نخدم؟ غير وريني وانا معاك. هذيك السيده بقات غير جالسه وكتشوف وكانت اسفات ليا بزاف. المهم السيده مشات من وراها بيامات قليله، رجعت عندنا جراتني على جنب قالت لي واش باغيه تخدمي في واحد المدرسه؟ شفت فيها وضحكت، قلت لها اويلي اش غنخدم في المدرسه وانا ما عمرني تسوكلت المدرسه، ما عمرني دخلت ليها في حياتي. قالت لي غادي ديري الميناج، انا راه واحد السيده كنعرفها مديره عندها مدرسه صغيره ماشي دوك المدارس الكبار، الا بغيتي تولي تمشي عندها ديري ليها الميناج مره في السيمانه، وهداك الشيء اللي عطاتك راه زايد فيك، واخا تشري غير هداك الشيء اللي كيخصك اللي يكون وليدك. انا تما فرحت وقلت ليها مرحبا، قلت ليها وعقوستي؟ قالت لي انا نتكلف ليك ونهضر لك معاها. السيده مشات عند عقوستي وقالت لي هداك الشيء اللي قالت لي انا. العجوزه طارت بالفرحه وما قدتها فرحه وقالت لها من غدا تمشي. المهم السيده جات لعندي، مشيت انا وياها عند السيده الاخرى، شافتني قلت لها شنو كاين وها شنو كاين وها شنو كاين وها شنو كاين. قالت لي ما تذكريش ليها ان راجلك مشدود على ود الماحيه والحشيش، قولي ليها انه غير مشدود وصافي، ولا انتي عرفتي وما ديري كاع ما تقولي ليها لا مشدود لا والو، قول لها بغيت غنخدم على ولدي. فعلا مشينا عند السيده، ما ذكرتش ليها الراجل ما ذكرت ليها والو، قلت لها انا غير بغيت نخدم على ولدي وكذا وعلى راسي. قالت لي يا مرحبا. صافي من نهاري بديت معاها، بديت كنمشي عندها مره في السيمانه، كانت كتعطيني واحد المبلغ اللي صغير، غير هو انا كنت فرحانه حيت بسبب هذيك الخدمه وليت كنخرج وليت كنتعرف على الناس. ما درتش بزاف حتى واحد السيده كانت خدامه معاهم كتشد الوليدات الصغار خرجات، وتما كنت طلبت طليبه هذيك السيده وقلت لها انا نخدم في بلاصتها. ايوا السيده قالت لي مرحبا. وليت خدامه كنبدل الوليدات، كنقابل الوليدات الصغار في الحضانه ومعايا ولدي في نفس الوقت. المهم في هذيك الفتره انا كنت جالسه كندير كنقابل الوليدات وفي نفس الوقت ودنيا تلقاهم في الاقسام اللي كانوا كيقراو. بديت كنعرف الحروف كنعرف الارقام، واخا هكاك ما كنعرفهمش كاملين، ولكن كنت فرحانه اني اصلا وليت كنعرف اشنا هما الارقام وكي كيتكتبوا، وليت راد البال معاهم. المهم بديت شويه بشويه كنحاول اني نتعلم، وهذوك المعلمات الله يجازيهم بالخير اللي كانوا في هذيك المدرسه كلهم كانوا صراحه ظريفات. في وقت ديال الروبو ديالهم كيعطيوني هكا تمارين كيحاولوا يشرحوا ليا حيت كانوا حاسين بهذيك اللهفه والرغبه ديالي في التعلم. انا ما كنتش بغيت مثلا ناخذ دبلوم ولا شي حاجه،
انا كنت غير بغيت نتهجى الخط، نقرا بلاكا ديال الطوبيس، نعرف شنو مكتوب اش من رقم ديال الطوبيس، نقرا مثلا شي حاجه مثلا بحال شي بيمون، نقرا هكا سميتو. هادشي اللي كنت باغا، ماشي باغا نوصل ما نعرف فيه. المهم هي هذيك بديت خدامه تما. هذاك الشيء اللي قسم الله كنهز منه شويه اللي يكفيني انا وولدي، والشي الاخر كنعطيه للعكوزه. العكوزه تشري منه هكا قفه، تصرف منه للدار. المهم كتدبر به راسها. المهم ما طولتش بزاف في هاد الخدمه، لان الراجل من النهار اللي خرج كحل بالعمود ظلمه، وقال لمو اش داك تخلي مراتي اصلا تخرج وتخدم برا ديال الدار. ما عجبوش الحال، نوض صداع من النهار اللي خرج وهو يشدني ويدقني عصا. المهم دوز عليا عاوتاني يا ماد ديال العذاب الاليم. حاولت نشرح ليه حتى عييت. قلت ليه راني مشيت لدارنا وجراو عليا، جيت لداركم بداو تينقروا عليا. قال لي واخا ودابا جلسي وتكمشي. انا اللي نخرج نخدم، ماشي مرتي اللي تخرج تخدم في السناقي. ماشي مرتي اللي هادي وماشي مرتي اللي هادي، ولا حقا شويه انتي ما عرفتش شنو كنتي كديري. المهم هذيك الهضره عاوتاني رجعت للجحيم ديالو. في هذيك المده ما كنتش معوله، يعني ما عنديش الفانيت ولا والو. هذاك الشيء علاش كنت حملت المره الثانيه. انا فاش عرفت راسي حملت المره الثانيه صافي كنت باغا نتسطى ونحماق، حيت هذاك الراجل ما بقيتش مرتاحه معاه، وما بقيتش باغيه نزيد معاه الولاد. مع من غادي تزيدي الولاد مع كارثه فحال هذا؟ صافي هي هذيك. بقيت عاوتاني الدق والعصا وهالمشاكل والصداعات. الراجل ولا فيه نقير. ما دوزناش شهرين من وراء ما خرج حتى الراجل ولا كيقول لي غادي تصايبي لي المحيه مره اخرى. انا هاد المره قال لي تصايبي المحيه، قلت له هذيك هي اللي ما نصايبش، حيت المره الاولى عرفت ان هذاك الشيء كيدخل الحبس، وان البوليسي بفمو كيسول فيا واش كنتي كتصايبي لي. يعني انا ما قداش وبقيت تنبكي. قلت ليه المحيه اللي ما نصايبش. هذيك المره اللي ما شدونيش اللي دخلتي فيها للحبس، المره الجايه ندخل انا وياك. قال لي ياك ديك النهار انا ما بيعتش بيك البوليس، ياك قلت لهم انا اللي كنت كنصايب هذاك الشيء. قلت له ولو، قلت له الا جاو عندي للدار ولقاوني غير بوحدي اشنو غادي ندير، وهما دابا عارفينك فين كاين. قلت له لا الا المحيه اللي ما غاديش نصايب. ولا كيسلخني حتى كنغيب، كنشوف حتى كنعيا وكنوض نصايبها لي واحد المده. ومن بعد كيتنادم معايا الحال وكتشدني الخلعه، وكنقول له لا انا ما نقدرش عاوتاني نصايبها، وكيعاود يشدني ويسلخني باش نصايبها ليه مره اخرى. بقينا على هذيك الحاله حتى كنت درت 6 شهور في كرشي. واحد النهار نط حتى كنحس بواحد الوجع ديال الولاده. انا تفاجأت وكنقول يا ربي اش هادشي. نوضت وقلت ليه يلاه ديني للسبيطار راني كنولد. شاف فيا وبدا كيضحك. قال لي واش من نيتك كدوي؟ واش كاينه شي وحده كتولد على 5 شهور 6 شهور كي درتي ليها انتي؟ المهم السيد ما بغاش ينوض، بقيت كنطرطا حداه وكنغوت وكنبكي على شي واحد حس بيا نهائيا. المهم بقيت هكاك حتى كنحس بالسقيه طرطقات. وهذاك الوليد حيت كان مازال صغير حسيت به ضرب باق وطاح في الارض. ما بكى ما غوت ما والو. فاش هزيتو بين يديا وبديت كنحاول انني نفيقو وانه هكا يغوت هذيك الغوته، ولكن والو ما غوتش. بديت كنغوت على حر جهدي. الراجل ناض كيجري كيشوفني. انا ما نقولش لكم حالتي كيفاش دايره. كيشوف هذاك الوليد اللي من الشوفه ديالو كيبان ميت، حتى هزو بيديه وكيضرب فيه، كيحاول انه زعما يدير هذاك الوليد يفيق. تما مشى دق على واحد جارتي دخلت كتجري، قلبت الوالد كتعرفاتو ميت، كانت قطعت لي الحبل السري وداوني بالجرة للسبيطار وقلبوه ولقاو الوليد ميت. والواعره قالوا لي بلي الولد اصلا ميت في الكرش. وانا كانوا صافي وقفوا معايا حتى صافي الامور تقادات. رجعت للدار وانا ما نكذبش لكم حاقده على الحياه. واخا انا في الاول ما كنتش باغا نحمل، ولكن فاش هذاك الوليد كان في كرشي وتوفى راه كتحسي بطرف منك مات. اللومه كانت على الراجل، حيت هو بسببه وقع لي هذاك الشيء اللي من النهار اللي طاح داك الولد في كرشي وانا كناكل العصا. المهم تما انا زدت كثرت عليه، كرهته كتر وكتر. ما جيت فين نكمل 40 يوم حتى الراجل رجع لنفس الموال، ولا كيضربني وكيقول لي نوضي صيبي لي المحيا، نوضي قدي لي المعجون، نوضي صيبي لي هادي، نوضي قدي هادي. وكيهز داكشي وكيمشي بيهم. صبرت حتى لواحد النهار ما بقاش عندي الجهد اللي نصبر فيه. وكنت عارفه
هذاك الشيء اللي كيديرو حرام وما كيدارش، وهذاك السم اللي كنت كنصايبو ليه كيمشي كيبيعو للدراري كبار وصغار، يعني هذاك الشيء كامل حرام في حرام. كنت صافي قررت اني نمشي وبيديا ندخلو للحبس. ما نقولش لكم اني ما خفتش منه، خفت منه، ولكن كنت دايره حاجه بين عينيا، هي انه غيدخل الحبس وانا خاصني نتفارق معاه ونطلق منه، وخاصني نوقف على رجليا. كيفاش؟ الله اعلم. كنت كنقول عندي تحدي، يا نكون يا ما نكونش، لان ما يمكنش نبقى مع هذا الراجل فهاد العيشه حياتي كامله. يا مات كنت كنقلب في الدار باش نعرف الراجل واش عنده شي فلوس مخبيه ولا لا، لان الوقت اللي كانت شد المره الاولى كان جات مو ودخلت البيت النعاس وسدات عليها، ومن بعد حلات ومشات، ومن موراها جا مول الكرا، وهي فاش خرجني انا غتكون جات، وهذيك الدخله اللي دخلات وسدات عليها هزات شي حاجه. المهم انا شكيت ودخلت لهاديك البيت وبديت كنقلب حتى فعلا لقيت واحد البليصه فين خازن الفلوس. ما كانوش فلوس كتار، غير شي حاجه قليله. صافي قررت تماك ان هذاك الراجل خصو يمشي للحبس. المهم هي هذيك، بقيت كنتسنى غير الوقت المناسب، كنتسنى شي نهار اللي تكون عندي شي كميه كثيره ديال المخدرات في الدار اللي نقدر بها نغرقو في الحباسات. المهم كنت كنتسنى حتى لواحد المره كان جاب واحد الكميه ديال الحشيش. كنت تنصايب المعجون وفي نفس الوقت كنصايب ليه المحيا. فين ما كان كيقول لي المحيا كنقول له مرحبا، كنصايب ونحط ونصايب ونحط ونصايب ونحط ونصايب ونحط، حتى ولا داك الشيء كتير، ولا عندي العرض كتر من الطلب، ولا داك الشيء عندي في الدار غا محطوط. انا هاد الشيء كامل دايره خطه في راسي، والراجل كان فرحان وعاجبو الحال وكيقول لي هاك وهكاك نبغيك، وهكا يكونوا عيات القوطاس. كنقول له واخا سيدي مرحبا، مزيان سيدي مزيان. هذيك المده الدار كانت هكا شويه فرشها. المهم كنرقع القضيه شويه، بقيت على هذيك الحاله حتى كنت جمعت عندي واحد الكميه اللي كنت عارفه ومأكده الا جاو البوليس ولقاوها ما غاديش يدوروا نهائيا، غادي يهزوه ويديوه. المره اللي قبل كانت كميه قليله بزاف، وبسببها كانت شد في الحبس. ايوا خليته حتى خرج من الدار، لحت عليا لتعمي ودرت جلابتي وخرجت كنتسلس. مشيت نيشان للكوميساريه، دخلوني عندهم. كيف دخلت هزيت لتامي وبديت كنبقى نبكي على الكوميسير، كان بكي ومن الزهر والميمون. هذاك النهار كان شادني وعاطيني دكه ديال العصا، وجهي ما نقولش لكم عليه لحمي كامل سرق. البوليسي كان كيحسب ليه جايه عنده باش نديكلاري راسي وعلى ضرب اللي كان كيضربني، وبدا كيقول لي ديري شهاده طبيه، ما شهاده طبيه. وانا نقول له شوف انا راه ما جيتش على ود هادشي، راه راجلي ضربني حيت ما بغيش نصايب ليه المحيا، وما بغيش نعجل ليه المعجون، وما بغيش نقاد ليه، وما بغيش نصاوب ليه، وهادي. انا كنهضر وهو كيشوف فيا ومصدوم. فساليت قال لي انتي مرت شكون؟ قلت له مرت فلان. فلان كان معروف. قال لي هادشي اللي كتقولي فيه فين كاين؟ قلت له كاين عندي في الدار، انا راني تقهرت. ومن تما بديت كنعري ليه يديا والبلايص اللي ممكن انني نوريهم ليه. كيشوف هذيك الحاله صافي تاكد انني انا مرا مغلوبه على امري. المهم ما عليناش، قال لي غادي تمشي لدارك ياك وديري بحال ما واقع حتى شي حاجه، وحنا غادي نجيو نتسناو الراجل حتى يدخل ونشدوه. قلت له واخا. المهم هي هذيك، مشيت لداري، دخلت ديت عليا بحال ما كاين والو، نصبت الكوكوط ديالي حطيتها فوق البوطه. جا الراجل دخل، تعاملت معاه عادي، كان جالس وفرحان، وعلاش ما يفرحش. جاب لي الله دجاجه بكمونها حمار اللي تاكل العصا، وفوق من هاد الشيء تصايب لي هذاك الشيء اللي يمشي يبيعو وياخد به السم لراسو. ويا ما كتصور منه حتى شي حاجه، ما كتصور منه غير العصا والمشاكل اللي من وراه. هي هذيك. بقينا جالسين حتى كنسمعوا الباب كيتهرس علينا. الراجل كيف سمع هذاك الصوت حل الشرجم وكان باغي يتلاح، كان باغي يهرب، لان احنا كنا ساكنين غير في السفلي، وهو اصلا كان كاري على هذاك الغرض. حل الشرجم ويلا بغى يهرب، لقى البوليس كيتسناوه. شدوه داروا ليه المينوط، حليت لهم انا الباب، دخلوا قلبوا داك الشيء شكون ما شكون، قال لهم انا اللي كندير هاد الشيء. يعني هو ما كيبغيش يدخلني انا في هاد الامور. صافي كانوا هزوه وداوه. انا من موراها مباشره كنت مشيت عند الكوميسير، قلت له ها انت كتشوف اشنو كاين واشنو كاين، دابا شنو غادي ندير؟ قلت له عافاك عاوني. قال لي شوفي خاصك تفارقي مع هذاك الراجل وغترجعي لداركم. قلت له ما عنديش دارنا، ما عنديش حتى فين نمشي،
قال لي هو وما عارفش صراحه شنو غادي ندير لك. صراحه هو كان وقف معايا مسكين حتى كنت درت شهاده طبيه بهذاك الشيء اللي كانوا شدوه عليه. المهم كنت قديت ليه واحد الدوسي متخ ورقعت ليه الدوسي مزيان ديال بصح. درت ليه فيه انه كنت كناكل العصا حيت ما كنتش باغا نعاونو في هذوك الامور الاجراميه اللي كان كيدير، ورفعت عليه الدعوه ديال الطلاق. وكنت من الجلسه الاولى طلقوني منه. من بعد ما قلت لكم الراجل كيف هزتوه، مشيت طرت البلاصه اللي كانوا فيها الفلوس، هزيتهم وخبيتهم. امو جات في نفس النهار اللي تشد ودخلت للدار وبدات كتقلب ما لقاتش الفلوس وهي تغوت. وقالت لي فين هما فلوس ولدي؟ قلت لها اش من فلوس خالتي؟ قالت لي اللي كانوا في البلاكارات. قلت لها ما عرفتش خالتي، هانتي كتشوفي البلاكارات كيفاش مرونين، راه جاو البوليس قلبوا هادشي سفاه علاه ونزلوا داكشي اللي لقاو. عاد انا غير رديت هداكشي كيف ما هو فعلا. هذيك الوقيته هادوك البلاكارات قلبتهم سباهم على علاهم. مهم السيده ما طلعت عارفه ما تقول لي، وكنظن انها تيقات كلامي. هادوك الفلوس انا كنت مخبياهم، وفي الوقت اللي الراجل كان تشد في الحبس من نهاري بديت كنقلب على الخدمه. في الاول كنت كنقلب على الخدمه في نفس المدينه حيت كانت مازال كانت في اوراق ديال الطلاق، وراكم عارفين راني بوحديتي وما فاهماش. كنت هكا كنمشي دقه دقه ومازال عندي بزاف ديال الامور مهمه، واي حاجه كانت عندي في هذيك الدار عندها قيمه وممكن انها تتباع كنت كنبيعها. بعت الحوايج، بعت التلفازه، بعت واحد التليليجه، فران، كاع هذاك الشيء اللي كيتباع بعته. فلوسهم كنجمعهم وكنديرهم مع دوك الفلوس. الكرا ما كنتش خلصتو مولاه اصلا. انا هذيك الدار كنت معوله نجلس فيها غير بما ناخذ طلاقي. الحمد لله الطلاق ديالي خديتو من الجلسه الاولى، لان كيف قلت لكم كانوا بزاف ديال الامور اللي كتخلي هذاك الشخص يطلقني بلا صداع بلا مشاكل، هو كانت تحكم عليه. انا كيف خديت الورقه هزيت ولدي تحت باطي وخويت هذيك المدينه ومشيت لواحد المدينه واحده اخرى، مدينه بعيده بزاف. تما كنت كريت واحد البيت مع الجيران. من نهاري سولت على الموقف اللي كيوقفوا فيه العيالات اللي كيديروا الميناج. كنت نهار اللي كندير فيه الميناج هذاك هو النهار اللي كنت كناخذ باش كنت كنصرف، ونهار الثاني كنت كنعاود نقلب على خدمه. كنت كنقلب هكا في المدارس، كنقلب هكا ندير الميناج ولا نقابل الحضانه، نقابل الوليدات الصغار، يعني امور بحال هكا. بقيت كنقلب حتى بالصدفه واحد النهار وانا في الموقف كان جات عندنا واحد السيده اللي من الطوموبيل ديالها كتبان لاباس عليها. عزلتني انا من العيالات اللي كانوا واقفين وداتني لدارها وقالت لي جمعيها. المهم شنو غنقول لكم، هذيك الدار قلبتها سفاها على علاها، كنجمع من نيتي. انا كنت واحد السيده اللي ما نشكرش لكم راسي، ولكن فاش كندير الحاجه كنديرها كيف ما خاصها دار. ما عنديش هذاك الغش ديال الخدامات، ماشي كلشي، ولكن فعلا كاينين شي وحدين خصوصا هذوك اللي في الموقف ما كيخدموش من نيتهم، يعني كيديروا ديك الخدمه ديال عدي وسلك. انا كنت فين ما كنمشي لشي بلاصه كنخدم من نيتي، وفين ما كنمشي وكنسالي كيقولوا لي النمره ديال التليفون. هذيك السيده كنت خدمت عندها من نيتي. السيده كانت درويشه. منين دخلت عندها وهي تقريبا لاصقه فيا، ماشي باش تقابلني لا، ولكن كانت هكا كتحدث اشنو كديري ما شنو كديري. انا عاودت لها قصتي من الاول حتى الاخر، قلت لها انا راه واحد بنت العروبيه وهاشنو داز عليا وهاشنو وقع ليا. حكيت ليها تفاصيل كامله وكاع داكشي اللي داز عليا، وقلت لها انا صراحه الخدمه راه دايرها غير مره. انا باغا نخدم في شي بلاصه اللي نقدر يعني في الاخر الشهر يعطوني هكا واحد الخليصه اللي نقدر نهز بها ولدي. انا ما كرهتش نخدم في شي مدرسه باش ولدي يقرا. انا الهم ديالي الوحيد في داك الوقت هو ولدي يقرا. قالت لي اي والله يكمل عليك بالخير، المهم يكون خير. وقالت لي خلي لي الرقم ديال التليفون ديالك باش فين ما احتاجيتك نعيط لك. هي هادي كملت نهاري، عطاتني داكشي اللي قسم الله. مشيت للدار هزيت ولدي من عند واحد الجاره اللي كنت كنخلي ليها ولدي بالفلوس، ديتو لداري دوزت هذاك النهار. لغت ليه بعدو عيطت لي السيده قالت لي انا بغيتك تجي عندي. قلت لها واخا صافي. مشيت عندها لدارها، دخلت درت خدمتي. كانت اتفقت معايا انني نخدم عندها هذوك الايامات حيت مازال ما لقاتش السيده اللي غادي تجلس معاها. هي كانت باغا وحده اللي تجلس معاها في الدار، يعني هذيك المده اصلا كانت كتجيب غير العيالات اللي يعاونوها مين ما تلقى شي وحده. هي هذيك بقينا هكاك واحد المده اللي ما كانش طويله. في واحد النهار كانت جات عندي وهي كتضحك وقالت لي
فلانة راه لقيت لك خدمة. قلت لها واش بصح؟ قالت لي اي. قالت لي راه دويت مع واحد صاحبتي راجلها عنده واحد الشركة، عاودت لها الظروف ديالك بالضبط، وقلت لها واش عندكم شي بليصة في هذيك الشركة اللي تخدم فيها السيدة. والسيدة قالت لي واخا. انا تما طرت بالفرحة وعجبني الحال. انا كنت بغيت مدرسة، ولكن قلت اللهم هاد الخدمة بعدا نشد واحد الخليصة في الاخر الشهر مضمونة. المهم كانت نعتت ليا ديك السيده البلاصه اللي غادي نمشي ليها، دارت معايا الغد ليه. مشينا عند ديك السيده، مشينا للشركه ديال راجلها، دخلنا كانوا عطاوني باش ندير الميناج، وكانت دارت معايا واحد الخليصه في الاخر ديال الشهر، وقالت لي الا عجبتني الخدمه ديالك ونقيه غادي نرسمك معانا. انا فاش سمعت نرسمك معانا طرت بالفرحه صافي. هذيك هي الدنيا وما فيها. من الغد لي وليت كندير جهدي وكتر، وكنمشي انا الاولى نخدم من نيتي. هذيك الشركه ما نقولش لكم من الصباح حتى العشيه وانا كنضرب تماره. دوزت واحد المده، وفعلا الناس كانوا دخلوني داروا لي وريقاتي، وولدي حتى هو كان بدا كيكبر، دخلت المدرسه، الامور كانت مقاده مزيان. خرجت من هذاك البيت كريس، واحد الدار هكا فيها مقيعات، طواليت ديالي، بابي معزول. المهم الفرحه ديال اخوتي في هذاك النهار ما كتقدرش بثمن. واست واحد المده حتى النهار اللي خواليهم واحد البوست ديال واحد السيده اللي خدمتها، كانت ماشي زعما شي حاجه اللي كانت كتحتاج القرايه ولا غير واحد اللعيبات كيتستفوا. كانت قالت لي يا السيده واش تبغي تخدمي تما؟ قلت لها ايوا مشيت خدمت تما شويه بشويه، من ديك الماكينه مشيت لواحد الماكينه اخرى، من ديك الماكينه اخرى، من ديك الماكينه اخرى. المهم من ماكينه لماكينه اللي كنجلس فيها الحمد لله كانت تقل الخدمه ديالها، وكنولي نخرج واحد العدد اللي حتى شي واحد قبل مني ما كان كيخرجوا. تما كانوا عرفوني اني مرا حاره وباغا نخدم على ولدي. ومن النهار اللي خدمت تما ما عمرهم شافوا عليا شي حاجه ناقصه، ما عمرني هضرت مع شي واحد، ما عمرني جيت معطله وكنموت كنتوفى كنكون مريضه، وكنجي الخدمه حتى هما كيردوني عند الباب وكيقولوا لي سيري ترتاحي في دارك، خدي لك غير نهار ولا يومين ورجعي. المهم هي هذيك العروبيه اللي ما كتعرفش تفك الخط ولا تشافى في هذيك الشركه. على هذوك البنات اللي كانوا خدامين في الماكن، هادشي خديته ماشي بقرايتي ولكن بالمعقول ديالي. كانوا عارفيني اني معقوله، اني كنجي من الحق، اني ماشي شي وحده اللي غادي تجي ضد وحده غير هكاك. فاش نقول الكلمه كنقولها على صدق. خدمت معهم مده ما عمرهم شافوا فيا شي حاجه د العيب. ديما لا هذيك السيده اللي كنت خدامه عندها لا مول شي كيقولوا لي ما عمر شي وحده دازت عندنا بحالك، علاقتي لا مع البنات لا مع الدراري ديال الشركه كلها مزيانه الحمد لله، باقي خدامه معهم لحد الان. وليد ديالي اللي هربت بيه هاد العام باقي ما دخلش المدرسه، عنده الباك. نهار اللي خرجت من هذيك المدينه ما عمرني رجعت ليها، ومن نهار اللي تفارقت مع هذاك الراجل في المحكمه ما عمرني شفته. في الاول كنت خايفه نتلاقى معاه، خايفه لا يقلب عليا، كنت كندور في جنابي. حاليا ما بقيتش متفوقه كاع الموضوع، وكنقول هو اللي دارها لراسو. حتى كاع كون عنده الشجاعه يواجهني وقلب عليا ولا تلاقينا صدفه غنقول ليه هذاك الشيء درتو، حيت ما يمكنش ليا نبقى عايشه في هذيك الحياه بحال هكا. حيتي كامله ما عمرني ندمت على شي قرار اللي خديته. عارفه كان صعيب وماشي سهل انك تمشي لواحد المدينه وما عارفه فيها حتى شي واحد وعندك تربيه وكذا وغادا نتوكل على الله. هادشي كامل اللي وصلت ليه الحمد لله كنحمد الله ونشكره، حيت شكون اللي قال وحده بحالي غتولي خدامه مزيان وبوريقاتها وبصالير مزيان. الحمد لله خديت داري ومحاربه مع الوقت. كان عندي هدف واحد في الحياه، هو هذاك الوليد نوصلو يقرا ويحقق هذاك الشيء اللي ما حققتوش. انا من نهار خرجت من ديك العربيه ما عمرني عتبتها، وما عمرني شفتهم لا با ولا خواتاتي، ما عارفه عليهم لا واش عايشين ولا ميتين. وعرفتي شنو؟ ما كيهمونيش اصلا، حيت صراحه الوقت اللي كنت محتاجه ليهم ما لقيتهمش في جنبي. المهم انا اليوم جيت عاودت لكم قصتي باش تعرفوا ان في الدنيا ما كاينش محسن من المعقول. كوني غير معقوله ربي غيسهل عليك. هنا غتكون تكتبات الاصل الاخيره ديال هاد القصه. ما تنسونيش من تعاليقكم الزوينه، وبقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.